السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل الكبسه بطريقه سهله خالص وغير اللي احنا متعودين عليها. دي اللحمه، دي لحمه ضاني طبعا انا هنا هشوحها بس كده، مش هحطها في الرز ولا اي حاجه. هشوح اللحمه لوحديها زي ما احنا شايفينها كده، واحط لها الفلفل الاسود، واحط عليها ورق راوله، واحط بصلتين ثلاثه كده صغننين. مش هحط اي حاجه تانية عليها تاني. الطريقه دي على فكره بتخلي طعم اللحمه حلوه جدا، واللي ما بيحبش اللحمه الضاني هيحبها بالطريقه دي، هيحبها. طبعا احنا غطيناها لحد ما يعني شربت الميه بتاعتها اللي نزلت منها زي ما احنا شايفين. هبتدي بقى ازودها ميه، وطبعا هنغطيها ونوطي عليها لحد ما تستوي، او عايزه تعلي عليها عادي يعني لحد ما تستوي. كل ما تشرب الميه انت بتشوفيها استوت ولا لسه، وهنفضل لو ما استوتش بتزودي الميه لحد اللحمه ما بتستوي خالص وتشرب خالص الميه بتاعتها زي ما هنشوف كده في الفيديو. هنا بقى هنعمل الرز البسمتي. دي بصلايه صغننه، حطيت معلقه، انا هعمل هنا كيلو رز بسمتي. حطيت عليهم معلقتين كبار قوي من الزبده وحبه زيت صغيرين قوي يعني. هنا طبعا حطينا بقى حاجات الكبسه، حطينا عودين قرفه خشب، وحطيت ليمونتين صغننين. لو عندك الليمونه كبيره تحطي ليمونه واحده بس عشان ما تبقاش فيها مزازه كده في الرز. وهنحط قرنفل 10 حبايات كده، 12 حبه. صراحه انا ما بعدش، بحط بالبركه، بس بتحطي حبه حلوين، قولي 10 حبايات كده على الكيلو. بيدوها طعم حلو قوي. وتحطي حبهين لو بتحبي الحبهين، ما بتحبيش ما تحطيش. ممكن كمان تحطي زبيب، انا ما كانش عندي زبيب. بالزبيب بيبقى طعمها حلو قوي. اللي بيحب الزبيب يحط، اللي ما بيحبش طبعا مش هيحط. وحطيناها زي ما احنا شايفين كده، وحطينا الملح وحطينا الميه. كل كوبايه من الرز البسمتي بتاخد كوبايتين ميه، وهيطلع معاكي حلو قوي جدا، وطعمه مفلفل كده زي ما بنقول، وطعمه جميل جدا. هنا بعد ما اتشرب طبعا احنا بنوطي بقى عليه وخلاص. هنا استوى خلاص. هنبتدي بقى نحط اللون. انا هنا ده زعفران اصفر. انت لو عاوزه تحطي لون احمر كمان تخليه 3 الوان، احمر وابيض واصفر، بطعمها حلو قوي، بشكله حلو قصدي. انا عملته فيديو قبل كده. ماشي، انا هنا اكتفيت بس باللون الاصفر. بعد كده بنغطي عليه لمده دقيقتين بس، وبعد كده بنقلبه. خلاص الرز بتاعنا جاهز واستوى. واللحمه كمان زي ما انتوا هتشوفوها دلوقتي اهو، بصوا شربت ميتها بقى خالص. واستوت. طبعا هي بعد ما استوت بقى ما حطيتش ميه تاني، سبتها لحد ما شربت ميتها. احنا بنزود كوبايه كوبايه علشان احنا هنا مش هنسلقها، احنا هنشوحها زي ما احنا شايفين، ومن غير بصل ومن غير اي حاجه. الطريقه دي حلوه جدا جدا للحمه الضاني، وبخلي طعمها حلو وما فيهاش زفاره ولا اي حاجه. حتى اللي ما بيحبش اللحمه الضاني لو داق اللحمه بالطريقه دي يحبها جدا. طعمها فعلا حلو قوي قوي قوي، تحفه. بعد كده بقى هنحط في السرفيس بقى هنحط الرز، وهتحطي اللحمه كده على الوش. يعني هتبقى شكل حلو وطعمها حلو قوي قوي، غير الطريقه بقى التانية اللي احنا بنعملها ونحطها على الرز. دي طريقه مختلفه وسهله وجميله وطعمها حلو. اتمنى تجربوا الوصفه وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ومع الف سلامه.